اجتمعنا اليوم في مقر الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل في إطار جمعية عامة استثنائية. هذه الجمعية العامة الاستثنائية تم خلالها الدخول الرسمي لشركة موبيليس كمساهم بأغلبية الأسهم. كانت كذلك فرصة لإعادة تشكيل مجلس إدارة شبيبة القبائل. جرت الجمعية الغير عادية في ظروف أكثر من حسنة، في ظروف جيدة، عرفت نقاش جدي وأخوي ما بين المساهمين الحاضرين في هذه الجمعية الغير عادية. هذه الجمعية غير عادية التي تمثل حدث تاريخي ومهم لفريق شبيبة القبائل لأنصاره ولكل محبيه في المرحلة الفارطة كما لاحظه الجميع. ومنذ شراء موبيليس لأغلبية أسهم فريق شبيبة القبائل تكفلت كشركة موبيليس بوضع الظروف الحسنة للفريق لتحقيق نتائج إيجابية مثل ما أعلنا عليه أول يوم. أمامنا اليوم هدفين أساسيين. الهدف الأول هو توفير كل الظروف الملائمة للسير الحسن والسير الجيد للفريق، بما في ذلك العمل لتوفير ظروف من أجل البقاء تاعو في الرابطة المحترفة الأولى. الهدف الثاني هو التحضير لمباشرة وضع برنامج طموح. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.